احنا موجودين اليوم في إطار شراكتنا مع الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني كيف قرية الأطفال SOS المحرس. عندنا برنامج متميز، الأيام المفتوحة للتكوين المهني والتسجيل الإلكتروني. مستقبلي بيدي نختار طريقي 18 و 19 جوان 2025 بالمركب الشبابي طريق المطار صفاقس. اليوم انطلاق الترسيم بمنصة التكوين المهني، التسجيل الإلكتروني بالمنصة متاع الوكالة التونسية للتكوين المهني. جبنا فيه شباب حبينا نوصلوا له المعلومة، نحكي له على التكوين المهني، على المنظومة، شنو هما الاختصاصات الموجودة في صفاقس، شنو هما المراكز، كيفاش نتكونوا، شنو هي الأنواع متاع التكوين، شنو هي الأنماط، وين يوصل التكوين هذايا، شنو هي الآفاق. وأكدنا اللي راهو التكوين المهني هو خيار، هو مسلك نجاح مفتوح للي ما نجحش في القراية مرحبا، أما حتى اللي ناجح ويحب يكمل مساره ويختار انه يمشي لثنيه قصيره للشغل، دونك ينجم يختار التكوين المهني. الايام هذه مفتوحه للناس الكل، ما همش كان الشباب SOS او غيره، مفتوحه للشباب اللي متواجدين على ولايه صفاقس او غيره اللي يحب زاد يقرا في ولايه صفاقس مراكز تكوين مهني، مرحبا بهم انهم يتعرفوا على مراكز تكوين، يتعرفوا على التوجيهات اللي يحبوها كل واحد وشنو وين يلقى راحته. موجودين المراكز، ينجم يستفسر، ينجم يسال، ينجم يشوف حسب المستوى التعليمي نتاعو وين يتوجه. احنا زاده كSOS متواجدين للحالات الاجتماعيه، ثم شباب للاسف معنا انقطع لظروف اجتماعيه صعبه، فاحنا رانا متواجدين لهنا باش ندزوا معاهم، باش نعاونوهم باش يرجع يقرا سواء في التكوين المهني حسب الاختصاص اللي هو يختاره، وتكون SOS هي الرونفور ليه ماديا ومعنويا الى حين يتحصل على الدبلوم نتاعو ونشوفوه زاد ناجح في المجتمع ونشوفوه غدوه قدوه في البلاد ان شاء الله. الايام هذه تتمثل في ورشات مفتوحه من مراكز التكوين المهني العمومي، تقريبا 11 مركز من ولايه صفاقس موجودين معنا كيف الاداره الجهويه للتكوين باش يقدموا المعلومات اللازمه للشباب كافه معتمديات صفاقس. اليوم في البرنامج عندنا شباب من الصخيره، من الغريبه، من المحرس، من عقارب، من منزل شاكر، من صفاقس المدينه كيف وغدوه ان شاء الله مش ناخذوا شباب الجهه الاخرى. ايام هذه مفتوحه للناس الكل. الحمد لله يا ربي نسبه الحضور اليوم مقبوله جدا. كيف غدوه حي نتمناو ان شاء الله باش يكونوا شباب المعتمديات الاخرى نتاع ولايه صفاقس. الفرصه هذه ما تجيش ديما، راهو مش ديما نلقاو 11 مركز عمومي يقدموا الخدمات ويقدموا المعلومات والاختصاصات الموجوده الكل في جهه صفاقس للشاب ولا حتى للولي. راهو حتى الولي ينجم ياخذ المعلومه باش يعرف كيفاش يحكي مع صغيره، باش يعرف كيفاش يوجه صغيره. التكوين المهني راهو اليوم يحل آفاق كبيره للشباب. راهو فرص التشغيل اللي وفرها التكوين المهني قد يكون ترتفع حتى على حاملي الشهادات العليا. راهو الشباب اليوم وقت اللي يدخل للتكوين المهني راهو يخمم حتى في انه المراكز هذه تربطها علاقات مع مراكز اخرى في الدول الاخرى، وينجم الشاب يضمن مستقبله حتى خارج تونس.